يا أمة محمد، يا آكل الجبنة الدنماركية والبقرة الدنماركية اللي تقعد تلبسوكوا زي عزيزة وبهية في التلفزيون. البقر في هولندا برضعوه بزازات وبيحطوا له في بتاعته صاجات ويترجس هات وهات عشان ينحرق ويجيب اللبن اللي تاكلوه فيطرشكم وتاكلوه فيبلدكم وتاكلوه فيكسر خاطركم وانوثكم. ونقول للكلب وزره واعتذر، يقول اعتذر مين؟ اعتذر لبياعين جزر، اعتذر لبياعين جزر. واحد شحات بيقول لله واديته جنيه في ايده واديته بالقلم على وشه، هيبص للجنيه مش هيفكر في الجفا اللي خده واللي وقع عليه. في حد بيحترم شحات اداله في ايده؟ في حد يحترم شحات؟ انت احترمت شحات وانت بتديله؟ احتونا وعرتونا امة عرض. هنقابل النبي نقول له ايه في الاخرة؟ هنقابله نقول له ايه؟ هنقول له ايه ساعة ما زدت جيب جنيه جبت بيه قرش، جبت بيه بنج وشربت وقعدت على القهوة وحششت ودورت على بنت مضروبة وبالليل معاها سهرت؟ يا أمة محمد يا ابن ألف خير، ده اللي مكسوف منه، ده اللي مكسوف قبله. الواحد مش عايز يموت حياء من ربه وخشية وحياء من سيدنا النبي. نعم يا حاج محمد، سيبني اقول كلمتين انا من غاص.